السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. صادي يهدد بإلغاء وادية الجزائر ومصر لهذا السبب. هدد الرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بإلغاء مواجهات الجزائر ومصر التي إجراؤها بمدينة أبو ظبي الرياضية يوم 16 أكتوبر من الشهر الجاري. وكشفت مصادر قناة الحياة الجزائرية إلى أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اشترط مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار نظير إجراءات المواجهة الودية التحضيرية. وحسب قناة الحياة فقد طلب وليد صادي نقل المباراة الودية بين المنتخبين عبر قناة التلفزيون الجزائري أيضا، والاستفادة من حقوق بث هذه المباراة. وكشفت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الفيفا الجديد تفاجئ بعدم وجود أي اتفاقية مبرمة بين الاتحاديتين الجزائرية والمصرية بخصوص اللقاء الودي. والغريب في الأمر أن الطرفين الجزائري والمصري اكتفى ببرمجته هاتفيا فقط، بعدما طلب الاتحاد المصري إجراء مواجهة ودية أمام المنتخب الجزائري. وأشارت المصادر إلى أن المباراة الودية هذه لم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين، وهو الأمر الذي أثار استغراب وليد صادي. وتطير بعثة المنتخب الجزائري إلى أبو ظبي في الإمارات، حيث تقام مباراة القمة ضد نظيره منتخب مصر في تاريخ 16 شهر أكتوبر القادم، بينما سيكون منتخب الفراعنة هو المستضيف هذه المباراة. ويأمل جمال بالماضي أن يواصل تجهيز لاعبيه للمباريات القوية التي تنتظره في دولة كوتيفوار مستضيفا كأس إفريقيا في النسخة المقبلة، إذا اختار أن يكون منافسه في اللقاءات الودية من العيار الثقيل. وتقدر الإشارة إلى أن مواجهة مصر سبقتها مباراة ضد بطل إفريقيا 2021 وحسمها بهدف وحيد في شباك المنتخب السنغالي. وبالنهاية، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.